تعالي أقولك على الوصفة السحرية، الوصفة اللي لو مشيتي عليها بالحرف أضمنلك ابن بيشك في أي قرار ومستني رأي أي حد علشان يطمن وبيحاول يبقى كامل طول الوقت علشان محدش يمسك عليه غلط. والحلو في الوصفة دي إيه؟ إنك مش محتاجة تبقي أم وحشة، بالعكس كل مكوناتها بتتعمل بدافع الحب والخوف. جاهزة؟ ورقة وقلم واكتبي ورايا. المكون الأول: أي غلطة بفورة، دي القاعدة الأساسية. غلط عقاب، نسي زعيق، وقع قوليله مش أنا قلتلك. احنا فاكرين إننا كده بنعلمه إن الفعل ده غلط، بس اللي بيوصله حاجة تانية خالص. اللي بيوصله إن الغلط نفسه كارثة، فبدل ما مخه يسجل أنا عملت كل حاجة غلط أصلحها، هو بيسجل أنا غلط يبقى أنا في خطر، أنا مش بعرف أعمل أي حاجة صح. ومن هنا بقى بيبدأ الصوت الداخلي بتاعه يتغير. الصوت اللي كان المفروض يقول أجرب تاني بقى بيقوله اوعى تغلط، وده بيسلمنا للمكون التاني إجباري: خليه يستنى الختم من بره. ما هو طفل مش واثق في حكمه، هيعمل إيه؟ هيستلف حكم من بره، فيبدأ أي حاجة يعملها لازم يسأل هي كده صح؟ متأكدة؟ طب أنا شكلي كده حلو؟ قراري ده كويس؟ هو مش بياخد رأي الناس كأوبشن، هو مش عارف يكمل يومه من غير ما حد يقوله انت صح. وده مش دلع، ده نتيجة منطقية للمكون الأول. لما انتي شككتيه في حكمه جوه يبقى لازم يدور على حكم بره. المكون التالت: وبالمرة اقفلي عليه باب التجربة. ما هو لو الغلط خطر يبقى أحسن حل إن احنا ما نغلطش من الأساس، فنعمل إيه؟ ننقذه قبل ما يغلط. نسي الواجب اعمليه معاه، اتخانق مع صاحبه اجري حليها انتي، هيقع الحقيقة قبل ما يقع. احنا بنسميها مساعدة، ولكن اللي بيوصل للطفل شكلك مش هتعرف لوحدك، هات انا هعملها. فانتي بتحلي مشكلة النهاردة بتسحبي منه دليل بكرة، الدليل اللي كان هيقوله انا قدرت اتصرف. ولما الاتنين دول يجتمعوا، خوف من الغلط زائد مفيش فرصة انه يجرب، بيتولد المكون الرابع لوحده: الكمالية المرعبة. لما الطفل يفهم ان الغلط معناه مشكلة وان مفيش فرصة تانية، المنطق بيقوله يبقى لازم تعملها صح 100% من أول مرة، يا إما تبقى فشلت. فيمسك الرسمة يقطعها عشان فيها نقطة، يكتب الجملة ويمسحها 4 مرات، يعمل حاجة ممتازة ويفضل برضه شايفها ناقصة. الناس تقوله برافو، ولكن هو من جواه بيقول لأ، هي مش كاملة. وده الفرق ما بين الطموح والكمالية. الطموح بيقول أنا عايزة أبقى أحسن، ولكن الكمالية بتقول لو ما بقتش كامل يبقى أنا مش كفاية. المكون الخامس: اختميها بتعليق على صورته بس بهزار. ودي بقى التشطيبة بتاعت الوصفة. ما هو خلاص هو بقى خايف يغلط ومستني رأي الناس وبيحاول يبقى كامل، ناقص ايه؟ ناقص نخليه مش طايق نفسه. ودي سهلة، أي حاجة تبقى مادة للهزار: شعره، صوته، طريقة كلامه، يا حساس يا ابو مناخير كبيرة، ونختمها بيه حبيبي انا بهزر معاك. بس الطفل ما عندوش اوبشن ترجمة بهزر، هو بياخدها مننا كمعلومة رسمية، وبياخدها من مين؟ من اهم اتنين في حياته: امه وابوه. فلو اهم اتنين شايفينه كده، امال العالم بره هيشوفه ازاي؟ ما هو لو اماني وظهري هم اول ناس بيقولوا لي انا ناقص، انا مستني ايه من الغريب؟ مستني القبول ولا مستني اول واحد يكتشف العيب اللي أهلي كانوا بيقولوا عليه؟ المكون السادس والسابع: قارنيه وخلي حبك بجايزة. دول بقى السكر البودرة اللي من فوق. بص ابن خالتك أشطر منك، فبدل ما يبقى عايز يبقى أحسن من نفسه، يبقى لازم يبقى أحسن من غيره علشان يحس بقيمته. ونجاح أي حد بالنسبة له بيبقى تهديد. وآخر حاجة: لو سمعت الكلام هحبك، ولكن لو غلطت أنا زعلانة منك ومش هكلمك. فالرسالة النهائية اللي بتتثبت جواه: أنا محبوب طول ما أنا كامل ومش بغلط وشبه اللي انتوا عايزينه، ولو غلطت الحب بيتسحب مني. اجمعي بقى الستة دول على بعض وكده مبروك، الوصفة نجحت. هيطلع طفل كبير ناجح جدا من بره، ولكن من جواه صوت بيقول أنا مش كفاية مهما عملت. طيب لو قلبنا الوصفة، لو عايزين نعمل العكس تماما من غير مثالية ولا محاضرات، هنعمل 3 حاجات بس عكس اللي فوق. رقم 1: افصلي ما بين الفعل والشخص. الغلط مش هو ابنك، الغلط هي حاجة حصلت. بدل انت ما بتفهمش نقول له اللي حصل ده ما كانش احسن حاجة. بدل انا مش هحبك لما تعمل كده، نقول له انا مش موافقة على التصرف ده وده ليه نتيجة، وانا لسه بحبك وهفضل جنبك. كده الحدود فضلت ثابتة والحب فضل ثابت، ودي اهم حاجة. رقم 2: رجعيله الحكم. لما يجي يسألك هو كده صح، ما تديلوش ختم جاهز، اسأليه انت شايفها ازاي؟ ايه اللي عاجبك فيها؟ طب ايه اللي تحب تظبطه فيها؟ انت كده بترجعيه لنفسه، بتقولي له حكمك انت مهم وانا واثقة ان انت هتتعلم.
وامدحي اللي في إيده مش اللقب اللي يخاف يفقده، ما تقوليلوش أنت عبقري، قولي له أنت فضلت تحاول رغم إنها كانت رخمة، وده حاجة عجبتني. رقم 3 افتحي له مساحة ياخد قرار ويشوف نتيجته، مش في الحاجات الكبيرة طبعا، في الحاجات الصغيرة الآمنة. سيبيه يختار يلبس ايه، يرتب وقته ازاي، يحل خلاف صغير ازاي، وانتي واقفة في ظهره ولكن مش بتحلي بداله. ولو نسي حاجة آمنة سيبيه يدوق نتيجة نسيانه. الزعل الصغير ده هو اللي بيبني الجملة اللي احنا عايزينها، انا اقدر اتصرف. في الاخر احنا مش بنربي طفل ما بيغلطش، احنا بنبني الصوت اللي هيفضل جواه لما ينام بالليل وما يبقاش في حد جنبه يسأله كده صح. عايزين الصوت ده لما يغلط يقوله ايه؟ يقوله يا فاشل مش انا قلتلك؟ ولا يقوله عادي حصل خير نتعلم بنعملها ازاي ونكمل؟ الجملة التانية دي هي الثقة، مش انه شايف نفسه كامل ولكن انه شايف نفسه قادر ومحبوب حتى وهو لسه بيتعلم.